كل مكان معا في ملعب المباراة في استاد خليفة الدولي ضمن مباريات كأس العرب 2025 للنسخة رقم 11 لهذه المسابقة. مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم العراق والجزائر والسودان والبحرين هنا في استاد خليفة ضمن لقاءات الجولة الثانية. منتخب الجزائر في مواجهة أمام منتخب البحرين. منتخب البحرين الذي خسر أمام العراق في أولى لقاءاته 1-2 وهو بطل كأس الخليج الأخيرة في مطلع هذا العام 2025 في مواجهة منتخب الجزائر، واللي كان تعادل في أول لقاء أمام السودان. في غياب القائد على دكة البدلاء يستمر ياسين إبراهيمي في هذه المباراة على دكة البدلاء، وإن كان النهاردة تعديلات موجودة على مستوى المنتخبين سواء من مجيد بوغيرة مدرب الجزائر أو من دراجان تاليتش مدرب المنتخب طبعا البحريني في هذه المباراة. مباراة مرتقبة، مباراة منتظرة، 14 مباراة حتى الآن في هذه. شفنا القرعة كأس العالم، كل التوفيق الأخضر الجزائري والنشامة منتخب الأردن اللي فاز منذ قليل على الكويت 3-1 أمام الأرجنتين في كأس العالم. وأول كرة المباراة عن طريق عادل بولبينة، أرجنتين أردن نمسا. والحديث دلوقتي عن هذه المباراة أمام منتخب البحرين، وأول ركنية لمنتخب الخضر لمحاربي الصحراء. أول كرة وجماهير الخضر اللي ملأوا الملعب النهارده، وفي جماهير أيضا بالبحرين. خروج رائع من عمر سالم حارس المرمى، الضغط الجزائري المتوقع، الفعالية الهجومية اللي كانت غايبة. يا ولد عدى يوسف عطال، يا ولد يا البحرين مهدي الحميدان على القائم الأول. فريد شعال، الأحمر عبد الله الخلاصي خلصها عبد الله الخلاصي. كرة فاول من مهدي الحميدان، يحاول يبعدها من على خط المرمى اللاعب بعوش، ولكن ترتطم في عبد الله الخلاصي اللي كان صنع الهدف الوحيد في مباراة العراق اللي أمامنا هو. وهدف للأحمر البحريني يرفع من حرارة وحلاوة. بص كرة ثابتة، الدفاع ودي أمامنا يلمسها بالكعب في المرة الأولى. اللاعب اللي كان موجود أمامنا هو مهدي، ولمسة من اللاعب بن عدي، ثم أمامنا هو الإبعاد الخاطئ الأخير 2025 أمام الأحمر العماني كان 2-1. البحرين بتحاول أمامنا هنا، فريد شعال أمامنا حارس مرمى اللي بنشوف سابقة، وحاليا لوكا زيدان طبعا اللي أصبح حارس مرمى لمنتخب الجزائر مع الأسماء ومع التشكيلة الأساسية اللي بتغيب طبعا أغلبها عن قائمة المنتخب الجزائري في هذه البطولة. مرة ثانية هنا انطلاقة، محاولة العرضية، خطرة جدا اللي فاتت من علي مدن. بص علي مدن، شوف عامل كرة حلوة قوي، لكن فريق مقطوع المرة دي. الأحمر البحريني اللي عنده شخصية وعنده شجاعة، لكن على طول عبادة خلصها عبادة، لكن على طول يغمزها حلوة قوي اللاعب كوميل الأسود. عرضية خطرة، كوميل الأسود في زاوية صعبة، كوميل ولكن يا سلام على التغطية الدفاعية المرة دي، ويبعدها على طول ويطلعها. لكن موجودين في المباراة الماضية كل من رضا حليمية وأيضا خاسف أمامية كورة، لكن يطلع المرة دي عمر سبعيني والنجم رياض محرز، وايضا غياب عموره لاعب فولفسبورج. واحده جزائريه حلوه الكوره، لكن يلعب ليلي طبعا والجويري اللاعب الوام وبالرحمه. واخيرا زي ما قلنا انضم كمان زي ما سمعنا عبد الرحيم دغموم لاعب المتالق في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي. كره حلوه من عادل بولبينة سجل لفريق الدحيل في التأهل إلى دوري النخبة في دوري كان في بطولة أفريقيا للمحليين. يعود مرة ثانية مجيد بوغيرة في فترة ولاية أولى كانت من 2020 ل 2023 قبل أن يتولى تدريب المرخية، ثم يعود مرة ثانية لقيادة المنتخب الثاني الجزائري. كرة تعود على طول، فيكتور لكحل يلعب كرة حلوة قوي، لكحل يكمل أمامنا هنا السريع يوسف عطال. هي المباراة
منتخب الجزائر. شفت الكرة الحلوة، شفت اللمسة، كرة حلوة قوي. فيكتور لكحل يلعب كرة، ينطلق صاروخ الجزائر امامنا هنا. يوسف عطال يصنع ويسجل امامنا. رضوان بركان لاعب فريق نادي الوكر القطري ولاعب جياسكا السابق يتقدم للجزائر. اذا بركان الفرح في ملعب المباراة. بص كرة حلوة قوي من فيكتور لكحل، ضرب بيها دفاع منتخب الاحمر البحريني. يا ولد يا عطال، داس على الكرة، داس على الكرة وانطلق، داس على الكرة وانطلق في لقطة من اللقطات الجميلة هنا للمنتخب الجزائري. صاحب الخبرة وصاحب القدرات لاعب الصد القطري يوسف عطال اللي لعب في بطولات الأمم الإفريقية 3 نسخ. هدف أول عن طريق بركان، لكن شفت الانطلاقة، شفت الروعة عشان أراها حلوة أمامنا. أمين بن عدي مرة تانية هنا انطلاقة. مباراة حلوة استلام على طول. مرهون لما يلعب مرهون، لكن التحرك المرة دي التعادل مهدي عبد الجبار. ايه المباراة دي؟ ايه ده؟ المنتخب البحريني الجبار. التعادل في الدقيقة 27، لكن اتعمل الاوفرلاب حلو قوي. علي مدن امامنا. علي مدن يلعب الكرة العرضية، ومهدي عبد الجبار باحساس عالي قوي وسط غمرة الفرحة الجزائرية يسجل امامنا هنا. مهدي عبد الجبار اللي امامنا هو مهدي عبد الجبار. هي حبة خسارة العراق مرة تانية. يا ولد يا عيني اشرف عباده. ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ عملها بكعبه والدبل كيك. وادي عرضيه الثاني عادل بولبينا يسجل الهدف الثاني للخضر. اي روعه، اي متعه. قال لك احنا قاعدين، احنا مش ماشيين، احنا حاملين اللقب. بص شوف عادل بولبينا لاعب فريق نادي الدحيل القطري يسجل بولبينا. وهذه هي لقطات تعبر عن الروح الموجوده. اما تشوف ياسين خلوق قوي، ياسين ابراهيمي لاعب خلوق ولاعب مميز. لكن خلينا ندي عادل بولبينا حقه اللي بيسجل هدفه. ادي امامنا ابن جمعيه بارادو لاعب الدحيل. لكن بص الجمله الحلوه وشوف التحرك. يا ولد بولبينا. ايه التمريره دي؟ رضوان دي عبد الجبار لقب النسخه الماضيه ب2 مقابل 1. الخلاصي عبد الله الخلاصي مفتاح لعبه مهم الخلاصي. لكن بص شوف امير سعيود والى خارج جابها يمنى. سلامات يا عبد الله. لاعب المحرك امامنا هو عبد الله الخلاصي، يعني موجودين في تلك اللقاءات. مرة ثانية كرة تعود، تمريرة حلوة، انطلاقة. يا ولد عادل بولبينا معاه امامنا هنا احمد بوغمار. تعود مرة ثانية بولبينا ياسين بنزية صلح كرة يركنها. يا ولد لو راحت، لكن ما راحت. سفيان بن دبكة عايز يلف الكرة وعايز يوديها بهذه الطريقة. لكن النهارده المنتخب الجزائري بطعم وشكل ولون مغاير تماما. ويبدو ان الدرس اللي امام السودان رجع مره ثانيه. كوميل الاسود لاعب الوسط، ضياء الى كوميل مره ثانيه. تحرك الاستلام. بص لما تيجي له هو ده الخطر. يا ولد محمد مرهون. اداء الاحمر البحريني مرهون باداء محمد مرهون. لمسه حلوه ومهاره. محمد مرهون لعيب لسه راجع من الكويت الى رفاع. لاعب من اللاعبين المميزين. بقول لحضراتكم يملك اداء. طبعا 2-1 اللي استطاع انه يفوز فيها منتخب العراق على المنتخب البحريني في تلك المباراه. هجمه عراقيه كانت في المباراه الماضيه وتفوق عراقي. النهارده المنتخب الجزائري هو المتفوق على منتخب البحرين. تفوق العراق على البحرين 2-1. وحكم اللقاء هل هناك ركله جزاء امامنا؟ هو القرار ايه؟ حكم اللقاء كيمبل كيرك في الدقيقه الثالثه بالوقت بدل الضائع. منتخب الجزائر السرعات النهارده. بص كره من فريد شعال ودخل بديل في المباراه الماضيه. وهنا ياسين بنزية صاحب الخبرات. ياسين بنزية في مواجهه. 1 2 3
فيفا الالجيري امامنا الهدف الثالث من ركله الجزاء ياسين بنزية لمنتخب الجزائر في الدقيقه السادسه من الوقت البدل الضائع. الدقيقة ياسين بنزية في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع في شوط اللقاء الأول. أمين سعيود اللي عامل قوة هجومية في هذه المباراة واللي عامل ومحمد مرهون، وفي المقدمة مهدي الحميدان ومهدي عبد الجبار. منتخب الجزائر اللي يريد أن يزيد من غلة الأهداف ويريد أن يسجل. بولبينا جول، بولبينا جول للجزائر. عادل بولبينا في لقطة من اللقطات الحلوة، ولكن رضوان كمل في اللقطة اللي فاتت بشكل رائع عشان ينضم لقائمة الهدافين. والجزائر في حالة ثورة الجزائر. لكن انا عجوز شويه يعني، وشفت الاسماء الكبيره دي اللي تواجدت مع كره القدم الجزائريه طبعا في قاسي مستوى الفرادق. ده 5 نجوم، ممكن واحد يقول لي 7 بقى 5. انا بقول 5 ولكن هو بالفعل 5 وخميسه امامنا هنا. ادي الكره بالنيران صديقه ياسين بنزية اشرف عباده وحكم اللقاء. هنشوف ايه القرار، هنشوف مقطوعه 4-1 للجزائر. تبديلين للبحرين. اذا تاليتش عمل تبديلين. بص مرهون هو النجم، محمد مرهون لاعب تحب الكره تيجي عنده بشكل رائع جدا. اتفاق ما بين بيتكوفيتش وما بين المدير الفني طبعا مجيد بوجرة للمنتخب الثاني ان ما يضمش حد، زي ما اتكلمنا على اسامه بن بود برضو الحارس المرمى. وادي امامنا هنا ادي وليد الحيام 37. في متابعين في ثاني لقاءات هذه الليله في محاوله جزائريه المره دي راسيه امامنا. شوف سفيان بن دبكه دايما يبتسم. سفيان مجموعه على فكره نفس المجموعه الجزائر والسودان في افريقيا ان شاء الله حصريا على قنوات بي سبورتس. انطلاق عادل بولبينا. عادل هل كورته كانت رايحه؟ هل الكره اللي كانت يعني سجل منها رضوان بالقادمه امام العراق. هنا امامنا انطلاقه، هنا محاوله جزائريه. التقدم المره دي من باعوش، ترجع مره ثانيه كوره ادي على طول تغيير اللعب لكن تغطيه دفاعيه. محمد في الجانب اليمين معموله عرضيه خطيره الكره لكن سهله في دخل ياسين ابراهيمي مكان سعيود اللي قدم مباراه مميزه. مره ثانيه عرضيه لكن طويله يلحق بيئات العك او عمل فاول مع مهدي عبد الجبار. اول كره امامنا ياسين بيعدي بمهاره. يا ولد امامنا. لعيب وخلوق ويعني كل حاجه عنده، كل الصفات عنده. بولبين هيكون له شأن كبير قوي في كره القدم الجزائريه. وادي اماميه الكره المره دي حاول عليها اشرف عباده لكن دون خطا. وليد الحيام يدخل لكن دون خطا. طبعا حاول حليميه ان ياخد ركله الجزاء اللقطه اللي فاتت. مره ثانيه ركله الجزاء سجل منها بركان في حضوره طبعا، وكان سجل منها ياسين مشرين لما خرجوا من المجموعات في بطوله افريقيا. لكن الجزائر بطلة كأس العرب، الجزائر في كأس العالم، الجزائر في طبعا هذه النسخة تحاول تقديم صورة. سيد محمود مع بن عدي مع وليد الحيام قلبها ل 3-4-3 كده، شكله قلبها 3-4-3 دراجان تاليتش في هذه المباراة. 14 مباراة كلها ممتعة. مرة ثانية الكرة العالية الرأسية إبعاد من عبادة وركني وزروق المنتخب الأول الجزائري. بولبينا الرائع ايه الجمال ده، ايه يا عم عادل بولبينا، ايه الحلاوة دي يا عم عادل، ايه الحلاوة دي يا عم عادل، ايه يا عم على موعد مع أصحاب القدم اليسرى. إذا كنا بنتكلم على رابح ماجر وعلى رياض محرز الشمال في الجزائر، الشمال الذهبية، القدم اليسرى الذهبية، عادل بولبينا يا ولد يا كبير. ياسين إبراهيم نجم ياسين نجم بشوفه في الدوري القطري، حاجة تفرح في أدائه وفي هذا السن وهذا العطاء. يعني 35 لكن كل ما بيقدم بيحلو، كل ما بيكبر بيحلو. وادي ياسين مره ثانيه عمل تمريره حلوه. ياسين خد فاول ياسين لكن المنتخب البحريني ما قدرش يتخلص النهارده من المشاكل والعيوب الموضوعه في مشيرب وفي مناطق كثيره، وايضا في جزيره اللؤلؤه وفي كتارا. كل هذه المناطق تستقبل الضيوف، والنهارده استقبال جزائري حار لجماهير البحرين اللي عجباني انها بتشجع وبتغني. بقول لحضراتكم ما تفرقش النتيجه، لانها في الاول وفي الاخر الجزائر حالفه ايه؟
حالفة انها تأتي بنصف دستة اهداف في هذه المباراة. الجزائر اللي امام السودان كانت في حالة هجوم وفي حالة صيام، النهاردة بشكل اخر، بطعم اخر، بلون اخر. وعودة ياسين